يا هلا يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ده اول فلوج في التشانل، اول مره اعمل فلوج، وعملته في افضل مكان انا فعلا بحب اقعد اذاكر فيه. المكان ده موجود في الدور الرابع في مبنى فلكي في الاي يو سي. فكتبت كده شويه حاجات نتكلم عليها في الفلوج. تمام، دي هتكون الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده. شايفينها مقلوبه بس قشطه، حبيت اشاركها معاكم. آه، اكلمكم بقى عن الاي يو سي والاس سي اي والبرامج اللي بتقدمها، و سبيسيفيكلي بقى الانجليش، يعني لان الانجليش اغلب الناس كتير، او اغلب الناس عليها في علامات استفهام كتير قوي على كورسز اللغه وكده. فايه، هنظبط شويه حاجات كده النهارده بحيث اللي واقع منه حاجه من الفيديوز اللي فاتت و... ومش عارفها نتكلم فيها سوا. بصوا بقى، عشان توصل مبنى فلكي في التحرير، او مبنى فلكي بتاع الاي يو سي، تمام، فرع التحرير يعني، هتنزل محطه مترو السادات. تمام، تطلع، بعد ما تطلع من المترو تتمشى شويه يمين، هتلاقي مبنى فلكي. هتلاقي سوبر ماركت كده، الناصيه دي، خش يمين برضو هتلاقي مبنى فلكي. تمام. او لو انت تهت او مش عارف المكان، هتقول لحد فين الاي يو سي، هيقول لك هناك اهي، لان هو اكيد مش هيكون انت قصدك على اللي جنب المترو بالظبط. هو هيفهم ان انت قصدك على اللي هناك، او تسال فرد من فرد الامن اللي على الاي يو سي الاولانيه اللي انت هتلاقيها وما تطلع من المترو، فين الاي يو سي الثانيه او فين الفرع الثاني، هيدخلك. اوكي كده انت رحت يا معلم الاي يو سي، ودي الاي يو سي اللي في التحرير. الموضوع بسيط خالص. طيب، الاي يو سي بقى بتقدم ايه، او ايه الحاجات اللي في الاي يو سي؟ الاي يو سي بتقدم كورسز في كل المجالات تقريبا: accounting، اي تي، teaching، English development programs، اتش ار، جرافيك، اي اي، داتا اناليسز، داتا ساينس. هنخش على الحاجات التانية، قلنا الاكاونتنج والاتش ار، وطبعا البيزنس. ايه تاني؟ هتلاقي برضو بقى ورك شوبس مختلفة بقى في حاجات كتير. هسيب لكم كده كده الاس سي اي ويب سايت هنا على الفلوج تحت في الديسكربشن. اوكي، فكورسز كتير وفيلز كتير قوي محتاجين تدخلوا وتبصوا عليها برضو. هتلاقوا تيتشنج سيرتيفيكتس كتير قوي للانجليش وغير الانجليش، للماث والساينس، في حاجات كتير. طيب، عايز ادخل على الانجليش بقى عشان خاطر فعلا هو بيغطي حتت كتير قوي ونكواري كتير قوي الناس بتسال عليها. بصوا يا شباب، الانجليش في الاي سي احنا عندنا A1 و A2 و B1 و B2. الاي سي مش فيها C1. اوكي، مفيش C1 لحد دلوقتي. طيب، الاي 1 ده بقى بيكون جواه A1A، A1B، A1C، A1D. ده كده في الاي 1 بس. طيب، الاي 1 اللي هو الواحد اللي جوه الاي 1 كام ساعة؟ 30 ساعة. ماشي كده، 30 في 4 ب 120 ساعة. كده الاي 1 في الاي يو سي ب 120 ساعة. كده انت خدت 120 ساعة تدريبية في الاي 1 ده. لو انت ايه، مش هتعمل اي سي بي تي تيست، مش هتعمل ستاندردايزد انجلش بروفيشنسي تيست. تمام كده، انت ايه كده، ده الاستراكشر عامة. لسه ما دخلتش بقى اونلاين ولا اوف لاين او هتدرس ايه، يعني كده انا ماشي معاك واحدة واحدة. فكده كل واحد فيهم جواه 4 ليفلز. لو هنتكلم A1، يبقى ال A1 من اول A لحد D، وال A2 من اول A لحد D، ال B1 من اول A لحد D، ال B2 من اول A لحد D. اتفقنا كده؟ يبقى هم 16 كورس. 16 كورس، كل كورس فيهم 30 ساعة. هتلاقي المحصلة في الاخر 480 ساعة، اللي هو الليفل او الساعات على نظام 0 SEFR. تمام، اللي اتكلمت عنه في كورس الانجليش، في حلقة كورس الانجليش ده، اللي بيقول انك لو تدرس ساعات معينة بتوصلك ليفل معين. من هنا بقى انت بتكتشف المراكز التانية اللي بتلخبط في الساعات او بتتكلم في عدد الساعات. هيجي يقول لك ايه، والله احنا الكورس بتاعنا مش عارف 70 ليفل. طب ال 70 ليفل دولت ايه يا معلم؟ طب على اساس ايه؟ طب هطلع منهم بمستوى ايه؟ ما مش عارفين. بتلاقي في الاخر ما تفهمش هم مظبطينها على اني حته. عشان كده انا بفضل انك تدفع فلوسك في مكان يكون معروف، ويكون المكان ده يعني ويل ستراكتشرد كده، بدل ما تروح تدفعهم في مكان تاني وكده كده هتدفعهم وينضحك عليك. فانت هنا درست 16 ليفل، ال 16 مجموعهم كام؟ 480 ساعه. مستوى البي 2 او الابر انترميديت بقى، اللي هو الابر انترميديت اللي هو فاضل لك شويه. انت بتبقى هنا متخرج من الايه، من كورس الاي يو سي، فاضل لك شويه وتبقى هنا. محتاج بقى تشتغل على نفسك الحته دي بس عشان تقلب العمليه وتبقى سي 1.
او تجيب باند 7 فين؟ في الايلتس. حلو كده. ده كده الاستراكشر بتاع الليفلز. ده جنرال، يعني ده جنرال في زيه في الكونفرسيشن بس ما بيبداش من A1. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب انت بقى عايز تقدم من الاول، بتعمل ايه؟ بتدخل بتجيب بطاقتك وتكون معدي 15 سنه، بتجيب بطاقتك يا معاك شهاده ميلاد او معدي ال 15 او معاك بطاقه يعني. اهم حاجه يكون معدي 15 سنه. بعدين بتجيب البطاقه بتاعتك، بتخش تحجز على ريسبشنست تقول له والله انا عايز اقدم كورس الانجليش. طب هتعمل اختبار؟ اوكي هعمل اختبار. هتعمل اونلاين ولا اوف لاين؟ لا والله انا عايزه اوف لاين. هنا في الاي سي هيحجز لك اي سي بي تي تيست ويقول لك والله هو هيكون ميعاده كذا، وهيديك ورقه. الورقه دي فيها الايميل واليوزر ايه؟ واليوزر نيم بتاعك، قصدي اليوزر نيم والباسورد بتاعك. هتقوم داخل على تطبيق جيميل عندك وكاتب ومختار وضغط على الصوره بتاعتك فوق على اليمين، هتلاقي تحت ايه؟ اضافه حساب اخر. هتضيف بقى الحساب اللي هو اداهولك ده في الحته دي از ان هو ايميل جديد، علشان خاطر ده هيجي لك عليه كل حاجه. هيجي لك عليه ان انت خلاص سجلت في الاي سي بي دي تيست اللي هو البليسمنت تيست، وهيجي لك عليه نتيجه الاي سي بي تيست، ولو حجزت هيجي لك عليه. تمام. اي نوتيفيكيشن خاص بالاي سي هيجي لك عليه. لما التقديم يفتح هيجي لك عليه، لما التقديم يخلص هيجي لك عليه. الاجازات بتاعه الترم اللي انت مقدم فيه دلوقتي هتجي لك عليه. كل حاجه هتجي لك عليه. فمهم قوي انك تفعل الايه؟ انك تفعل الايميل ده اول ما تاخده من الاي سي. طيب ايه بقى حوار الدوره وامتى اقدم الدوره الفاتحه ومش فاتحه والكلام ده؟ انت كواحد مقدم جديد مالكش دعوه الترم بادئ ولا لا. انت بتروح تمتحن اختبار الاي سي بي تي لان هو ده اللي هيدخلك اصلا. فانت ما تهتمش ببعد كده قد ما تهتم بده الاول. فخد ده الاول، بعدين فكر بقى انت ايه الراوند اللي عليها الدور او هتفتح امتى او كده. الريسبشنست هيقول لك، مش هيخبي عنك حاجه. ده بالنسبه للايه؟ للاوف لاين اللي هو الاس اي بي تي تيست. طيب هتخش على الاوف لاين الاونلاين. عايز تاخد اونلاين؟ اوكي هتحجز او اي بي تي اللي هو الاونلاين انجلش بروفيشنسي تيست. هتحجزه برضه، هتفعل الايميل بتاعك، هيجي لك عليه الداتا، هيقول لك والله انت المفروض تخش في الوقت الفلاني في الميعاد الفلاني. والانستراكشنز بتاعتنا اهي لازم تعملها علشان خاطر تنجح في الاختبار ده ايه؟ مظبوط. بعدين هيجي لك النتيجه بتاعتك، تقوم حاجز بيها تاني برضه. لحظه كده عشان بحب اقلب، بس خليني اقطعها عشان خاطر كنا عارف انا بتكلم بدل ما اقعد اقلب كل شويه. اوكي. ف شايف ان الموضوع كده لحد دلوقتي تمام كده. احنا وقفنا لحد النتيجه في الاثنين. طيب انت عايز تقدم اونلاين ولا اوف لاين؟ او عايز تحجز ازاي؟ اوف لاين ولا اونلاين؟ عندك طريقتين للحجز. ممكن تحجز على الويب سايت عادي من غير ما تيجي هنا الاي سي، تحجز الليفل اللي انت عايزه اللي جالك في النتيجه، او تيجي هنا الاي سي الفرع وتحجز اللي انت عايزه، اي واحده فيهم. طيب عايز تحجز اوف لاين ولا اونلاين؟ ده برضو اللي انت عايزه واتكلمنا عليها في فيديوهات كتير. حابب الاونلاين؟ نحجز اونلاين. طب وقتك ما يسمحش؟ احجز اونلاين. مواصلات صعبه؟ احجز اونلاين. من بلد بعيده؟ برضو احجز اونلاين. طيب بتحب التفاعل بقى وتيجي تقابل الناس زي كده وتتفاعل ومش عارف ايه، يا جماعه انا عندي يوتيوب شانل وبتاع ويلا نتكلم وبتاع، اوكي خش على الايه؟ على الاوف لاين. انا عن نفسي انا بحب الفيس تو فيس بصراحه. في حاجات انا بضطر ادرسها اوف لاين اونلاين بس كده ايه غصب عني، ما بيكونش فيها اللي هي ايه اونلاين، فبضطر ان انا ادرسها اونلاين. اوكي كده احنا خلصنا من الايه؟ من حته الحضور والحجز والموضوع لحد دلوقتي. نيجي بقى للدراسه. انت دلوقتي بتدخل الاي سي، والله قال لك انك ميعادك يوم الاربعاء الساعه 6، جيت يوم الاربعاء الساعه 6 اللي هو بدايه الترم مثلا. طيب بتعمل ايه بقى قبل ما تروح؟ انت رايح بكره دلوقتي هتعمل ايه؟ طيب اول حاجه هتخش على الايه؟ على الموديل اللي هم قالوا لك عليه. في حاجه اسمها LMS. LMS يعني Learning Management System. موديل ده يعتبر Learning Management System. جوجل كلاس روم يعتبر Learning Management System. بيعملوا ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي بيكون ليك عليها حساب اكسس، بيعملوا لك اكسس عليها، وبيكونوا حاطين الماتيريال بتاعت الكورس كلها. بتفتح الماتيريال، والله النهارده سيشن 1 عنوانها مثلا بزنس. بتفتح بقى بتلاقي سيكشن ريدنج، سيكشن ليسننج، سيكشن وليكن رايتنج مثلا. كل واحده فيهم لينكين 3 كده، بتجيب اهم الكلمات،
مش كلمات بقى، بتجيب الاستراكشر كله اللي فيه الكلمه. عجبك ايديوم معين، سمعت حاجه من الفيديوز مثلا اللي موجوده، عايز تتمرن عليها، مثلا ايديوم جميل بتاع مش عارف ايه كده، فريزل فيربس، كلمات ادفانسد. شوف بقى انت انتراكت بقى مع الكونتنت. تمام. وهنا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، يعني ده مور يو بريبير، يعني لا، كل ما جوده الكواليتي بتاعت البريبريشن بتاعتك عليت، كل ما استفدت اكتر من السيشن. انا بقول مش يعني انت مش هتستفاد لو ما حضرتش، بس لو انت حضرت العائد بتاع السيشن هيكون افضل عليك، وصدقوني الموضوع ده بيفرق جدا. طيب في حته بقى هنا، في ناس قوي بتسال، ناس كتير قوي بتسال عليها، اللي هي الحته بتاعت جرامر. هو ما فيش جرامر، في حاجه اسمها تيتشنج ابروتشز يا جماعه. تيتشنج ابروتشز يعني اساليب التدريس او طرق التدريس. ففي مثلا تي مثلا، في بي، في جرامر ترانسليشن، في تي بي ال. التي بي ال هو اللي احنا بنستخدمه هنا في الاي سي، اللي هو تاسك بيزد ليرنينج، تعليم بيعتمد على الايه، على التاسكس، مهام، بروجكتس، حاجات زي كده، عشان خاطر يخليك انت وانت في الكلاس انتر اكتف كده، اللي هو انت مش ملام، فاهم قصدي؟ اللي هو انت مش قاعد بتاخد قاعده وكلنا كنا قاعدين عاملين كده، قول يا عم القاعده يلا خلينا نخلص، ام ويز وار بيخلوا الفعل في استمرار. وهنا انا حابب اشكر الاستاذ محمد الرخ، يعني بجد لو هو سامع الفيديو ده، بجد يا دكتور حضرتك، يعني انا ممتن لحضرتك جدا، لان حضرتك السبب الاساسي اللي حضرتك يعني خلتني حبيت اللغه اساسا. فبجد انا لو حضرتك شايف الفيديو ده او اي حد يوصل الفيديو ده لحضرتك، بجد انا ممتن لحضرتك جدا انك كنت موجود في حياتي في يوم من الايام بجد. نكمل. طبعا كان لازم اعمل كده. طيب فالجرامر ترانسليشن مش مانداتوري، مش لازم انا استخدمه، مش لازم كل الناس وهي بتدرس تجيب لك قاعده وتقعد تشرحها لك وهو كده. انت مش في فصل، انت مش في ثانويه عامه، انت داخل سيتويشن او داخل حته علشان خاطر تعمل لانجوج ديفلوبمنت. مش هينفع بقى كل شويه يقعد يقريك بقى واكتب يا ابني القاعده دي ورايا واللي هو الكلام ده، احنا خلاص كبرنا على الكلام ده. انت بتخش الكلاس كانك سافرت دوله تانية كده بالظبط. هتخش يقول لك والله الموقف ده هتعمل فيه ايه، الموقف ده هتسوي فيه ايه، الحته دي هتعمل فيها ايه، لا قولها كده احسن ما تقولهاش كده، طب بتتقال بالطريقه دي افضل، طب بدل ما تقول الكلمه دي قول الكلمه دي. هنا بقى بنعمل ادفانسمنت للمستوى بتاعك. اما انت عايز تفضل قاعد بالطريقه القديمه بتاعتك اللي هو اللي انت اتعودت عليها، جرامر جرامر جرامر، وهو ده الكلاس، وعايز تروح، مش هيحصل لك حاجه. انت لو حسيت ان الموضوع عادي بالنسبه لك كده، انت ما اتعلمتش حاجه. لو لقيت ده في اي ليرنينج انفايرمنت او ليرنينج اكسبيرينس على فكره انت هتمر بيها، لو لقيت الكورس عادي كده خالص والريتم بتاع الكورس ماشي طبيعي وانت كده، انت اعرف كده دي علامه ان انت ما استفدتش حاجه في الكورس. اما لو لقيت الكورس تشالنجينج، مش صعب، الكلام اللي بيتقال لي مش صعب قوي وبيحطمني، ولكن بيخليني اهو اتشالنج ماي سيلف في حاجه جديده، كده انت بتتعلم، كده انت في نوليدج اهو. اما لو انت ما فيش حاجه جديده، انت خلاص كده انت ما بتتعلمش حاجه. ايه الجديد اللي انت استفدته ما دام انت حاسس ان الموضوع عادي؟ فلازم الموضوع يكون فيه شويه تحدي علشان خاطر انت تعرف يعني مستواك بقى يتحسن. ما هو لو انت ما حسيتش بشويه صعوبه او تحدي، فين الجديد اللي انت بتتعلمه؟ ما فيش حاجه بتنضاف، بالتالي انت it's a sign of the quality of education. فدي ساين حلوه يعني. ده بالنسبه للانجليش كورسز. في حاجه بقى تانية برضو، الاستراكشر بتاع الاختبارات. في الجنرال كورسز هتلاقي فيه 4 assignments، 2 writing و2 speaking. اما في الكونفرسيشن او الاورال بيكون كلهم الفور assignments speaking. كده تمام؟ طيب يا احمد اخش جنرال ولا اخش اورال؟ انت شايف مهارة الرايتنج بتاعتك اخبارها ايه؟ لو شايف نفسك انت الرايتنج بتاعك تمام ومش عايز تشتغل على الرايتنج، اوكي خش الاورال. لو شايف نفسك عايز مش متاكد من الرايتنج بتاعك، خش ليفل 2 واسمع الريكومنديشن بتاع التيتشرز بتوعك، قالوا لك كمل على كده الرايتنج بتاعك تمام، اوكي. ما تكملش، لا ديفلوب فيه شويه. ده انت كمان ممكن تكتشف انك محتاج تاخد كورس رايتنج مخصوص. فما تفكرش ان الموضوع واقف ان انت تاخده في الجنرال بس، لا ده انت ممكن تدرسه في حته تانية كمان لو انت عايز ايلتس او توفل. فركزوا يا جماعه في الحته دي، لان الرايتنج مهم برضو، يعني الناس ما تنساهوش وهم مركزين على السبيكينج. طيب ده بالنسبه للانجليش كورسز. وبجد احنا كده الكلام في الموضوع ده
مهم، وكان لازم انا اقول لكم على الحاجات دي علشان خاطر الموضوع فعلا مهم وبيفرق مع الناس ان هم يكونوا داخلين عارفين ايه الدنيا. فانت داخل النوتة بتاعتك معاك، قلمك معاك، امورك متظبطه، رايح تسجل كلمه وقعت عجبتك، ايديم عجبك، فريزر فيرب عجبك، سنتنس ستراكشر كده لفت نظرك حلو، حاجات كده. انت بتكون رايح تتعلم. وبجد يا جماعه، بجد بجد احسن ليرنينج اكسبيرينس واحسن كورس درسته في حياتي كان هنا في الاي يو سي. انا درست في ثلاث اربع اماكن انجلش ادفانسمنت كورسز او انجلش ديفلوبمنت كورسز، ولكن الاي يو سي كانت افضل مكان، وافضل مكان اداني عائد على الفلوس اللي انا دفعتها. بجد يا جماعه انتوا مش يعني انا دايما بقولها كده، انا باجي ادفع فلوس الاي يو سي وانا جاي مبسوط، يعني انا رايح مبسوط ان انا ادفعها، عشان خاطر انا عارف ان اللي هيجي بعدها المردود اللي جاي اضعاف الفلوس اللي انا دفعتها. ده بالنسبه لو انت هتحسبها فلوس وار او اي، وهي بتحسب كده على فكره. بس بجد يا جماعه صدقوني انت هتاخدوا اكتر من الفلوس اللي انتوا دفعتوها، وانا اراهنكم. اوكي طيب، في دبلومات تانية، في دبلومات تانية كتير، في كورسز في الاتش ار كتير. مش كورس في الاتش ار يعني، هو الفيلد بتاع الاتش ار او التراك بتاع الاتش ار اتكلمت عنه قبل كده، ده اللي انا لسه مخلصه دلوقتي. حاجه عظيمه، حاجه عظيمه، والمحاضره عظيم، والليرنينج اكسبيرينس عظيمه، كوليجز عظام، ناس الليرنينج اكسبيرينس متظبطه، كلنا متظبطين. فعشان كده انا بنصح الناس تيجي بصراحه. يا جماعه ده مش بروموشن، او ده مش اد يعني، انا بعمل كده فور فري، يعني انا حابب المكان و it is my opinion يعني، فانا حر. اوكي عندنا ايه تاني انا عايز اتكلم فيه بصراحه؟ ايه تاني؟ more certifications. انا قلت اللي هو عندنا في الاتش ار، وعندنا في البيزنس، وعندنا في الانجليش تيتشنج، والماث اند ساينس تيتشنج، والتيتشنج عامه، والانجليش كورسز، والاي تي كورسز. ايه تاني؟ والناس بتوع تجاره بقى، السي ام اي والسي اف اي. انا في تحت ادز قدامي هنا كده، في الاد بتاع سيسكو والاد بتاع الكاستمر سبورت. ايوه، ففي حاجات كتير قوي موجوده هنا، في اوديت، في اكاونتنج، في كل الفيلدز اللي انت عايزها، وفي انجلش رايتنج، وفي اكاديميك انجلش فور اكاديميك بيربس، وفي اكاديميك رايتنج، في كل الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجها علشان خاطر تطور الاوفر اول بيرفورمانس بتاعك في كل السكيلز عامه. ف مش عارف يعني، this is all about the SCE بصراحه. بصراحه يا جماعه لا حلوه. انت محتاج تيجي تجرب، محتاج تيجي يعني جرب، تعالى كده جرب، خد لك مثلا ليفل، اعمل الاس اي بي تي وشوف هيطلعك في انهي ليفل، وخش الليفل ده بس مره كده، يعني مره من نفسك، يعني روق على نفسك بكورس في الاي يو سي. ها يعني انت خروجه يعني، روق على دماغك. انت في مره مثلا تقول لك ايه، والله انا رايح اجيب مثلا اوتفيت من زارا مثلا، والله انا رايح اجيب النهارده بيتزا من مش عارف من بابا جونز مثلا، انا رايح اكل برجر النهارده مش عارف من مين. انت برضو روق على دماغك بكورس من الاي يو سي مره كده واحده، شوف نفسك كده يعني، ظبط الموضوع عشان بس ما تكونش فاتتك حاجه. انت بتجرب الحلو من كل حاجه، جرب برضو الحلو من الاديوكيشن يعني، ما يعني مش ابن البطه السوداء الاديوكيشن، لا يعني خد لك واحده. تمام، وبس اعمل الاي سي بي تي تيست بتاع الانجليش، وخد لك ليفل، يعني خد لك حبايه كده، شوف الموضوع ماشي معاك ازاي، شوف الاكسبيرينس بتاعتك عامل ازاي، شوف انت استجبت ازاي مع الاكسبيرينس. يعني عارف انت، انا عايزك تعيش كده مع الكورس كده، يعني اقبل الكورس، اقبله كده ويقبلك، وروح وتعالى وصبح على زمايلك كده، وتعالى وروح وافتح الموديل، حضر تعالى كده، هات لك قهوتك واقعد هنا، ظبط امورك. يعني مش هتفرق، انت بتصرف كتير وقليل، ما فرقتش على الكورس بتاع الاي يو سي، او ما فرقتش يعني ده مش كورس الاي يو سي عامه، ده كورس ليك انت في الاول وفي الاخر. فاتس يور سيلف يا ابني اللي انت شغال عليها، او يا بنتي. فيعني ايه، انفست، مش هتخسر حاجه مره.
مره واحده. ايه تاني؟ بس على الفكره دي كانت ده كان الفلوج بتاع النهارده يعني. ودي النصيحه بتاعت الفلوج عامه يعني. سجل مره في الاي سي، يعني لو انت هتطلع من الفلوج ده بحاجه، تمام، اطلع منها انك انت بعد ما تخلص الفلوج تاخد قرار انك تيجي تاخد في الاي سي، تيجي تعمل الاس اي بي تي بتاع الانجليش بليسمنت تيست، بعدين تسجل في واحد ليفل فقط لا غير. هو قال لك مثلا ان انت المستوى بتاعك A2 B او A2 C زي مثلا. انا كنت A2 C بعد ما كنت امتحنت، كنت بدرس في معهد اللغات قوات مسلحه، تمام. رحت فين؟ رحت على رحت على الاي سي، على الاي سي بي تي، جبت A2C، فضلت من A2C لحد B2D، تمام. ليرنينج اكسبيرينس تحفه. فتعالى في مره كانك تاخد الاي تو سي بس، وبص كده، بص على الدنيا وشوف الامور. عايز بتحب الاركتكتشر وبتحب المباني والشكل والمعمار وكده، سجل فرع التجمع، مش هيشغلك بقى المواصلات والكلام ده، تمام. يعني مش عايز تبعد وكتير، وعايز تكون موجود هنا في وسط البلد، تحرير بتاع وطلعت حرب والدنيا، اوكي تعالى هنا وسط البلد بس، يعني بس ليرنينج اكسبيرينس. وفي ناس هنا بتبيع ايس كريم هايل، مش محتاج تروح النيو كامبس، خلاص تمام. فانت حابب كده او حابب كده، هو اليوم ده هيكون فسحه في الاسبوع، هما بيكونوا يومين في الاسبوع عامه، يومين فسحه، روق على نفسك، تمام. بس يعني دي كده نصيحه الفلوج. لو انت ما خدتش قبل كده كورسز في الاي سي انجلش، سجل كورس واحد. تعال اعمل اس اي بي تي تيست، كورس واحد مره، اعمل اس اي بي تي التيست ده، وبعدين احجز كورس واحد بس، وما تتعملش حاجه تاني. اعمل كده بس مره في حياتك يعني، ادي لنفسك فرصه. ولو انت مكمل معاه لحد دلوقتي، انت بطل عامه يعني. لو انت مكمل معاه لحد دلوقتي ومستمتع والدنيا معاك فله، انت بطل وانت نجم بجد. سقف لنفسك ان انت مكمل معاه لحد دلوقتي. ف ثانك يو. انت كده معنى كده ان انت، او معنى كده ان انت، او معنى كده ان انتوا مهتمين بالسيلف ديفلوبمنت بتاعكم، ومهتمين ان انتوا تكونوا ناس جامدين وكومبتنت. بجد انتوا شاطرين يا جماعه، بجد بجد انا بحييك وبحييك ان انتوا مكملين الفيديو لحد دلوقتي. بس النهارده كنت في الكورس بتاع ال ان دي. عايز اقول لكم ان المحاضر اللي بيدرس لي في الترم ده، انا كنت بسمع عنه كتير جدا من الناس زمايلي اللي اخدوا السيرتيفيكت اللي هي بتاع الكارير سيرتيفيكت في الهيومن ريسورسز مانجمنت. فانا بقى كنت جاي متحمس ان انا اجي احضر. فبعد ما خلصت انا مكمل دلوقتي بالحماس اللي هو اداهولي في المحاضره، فاهمين قصدي؟ بغض النظر ان انا بعمل حاجه دلوقتي بحبها برضه، بس لا انا مكمل بالحماس. وكمان هقابله بكره في الكارير كوتشنج داي للناس اللي جايه كارير كوتشنج داي. فيعني حاجه كده في منتهى العظمه يعني. بجد يا شباب انا مبسوط ان انا بتكلم معاكم، ومبسوط ان انا هنا في عبية نيدي كوتشنج which is my project اللي انا يعني I'm proud of part of my creation يعني. Education is my passion عامة، وبرضه encouraging people to learn and to develop is my passion and I like doing this يعني. واتمنى برضه ان انتوا تكونوا بتحبوا تسمعوني، واتمنى برضه ان انتوا تحبوا يعني تسالوني الاسئله تحت، ونتناقش مع بعض ونعرف بعض اكتر. احنا عندنا الفيسبوك جروب، وعندنا الواتساب جروب، وعندنا ايه تاني، وعندنا الفيسبوك بيج، تمام، بنشر عليها كل حاجه اول باول. اتمنى ان الناس تتواصل معايا ونتكلم مع بعض ونتناقش الكورس ده عملت فيه ايه، وانا برضو هشارككم الحاجات اللي انا اخدتها اول باول. انا لحد دلوقتي عامه ما عملتش كل الكورس اللي انا اخدتها من هنا، انا بعملها واحده واحده، لان في ايفنتس كتير قوي سجلت فيها عايز انقلها لكم، واكسبيرينس كتير قوي سجلت فيها، فتلاقوني رحت وجيت كتير. فالفيديوز انا ممشيها على البيسس يعني الريجولار بيس بتاعها اللي هو فيديوين في الاسبوع. بس الفيديو بتاع المره اللي فاتت ده انا كنت تعبان جدا، ما قدرتش اصور بصراحه، بس ان شاء الله مش هقطع، وان شاء الله انا مستمر في الكورس ده كل جمعه، فان شاء الله نطلع مع بعض في فلوج زي ده على طول. انا مبسوط ان انتوا معايا النهارده، ومبسوط ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر لو كملتوا الفيديو للاخر. واتمنى اسمع منكم كل خير، واتمنى اسمع منكم كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها، وانا يعني I'm ready to answer all of your questions.
مش بزهق ابدا، بالعكس بكون مبسوط، واتمنى ان انتوا تعملوا شير للتشانل مع كل الناس علشان خاطر يعني لو التوبيك بتاع التشانل مفيد ليهم اتمنى تعملوا كده، وهكون مبسوط جدا جدا. شكرا لكم كلكم و thank you for watching. باي باي.